عسلامة ومرحبا بكم. الفنانة باسكال مشعلاني وصلت لتونس لحضور مهرجان الأغنية العربية في دورته ال14 اللي كانت فيه ضيفة شرف. أهم محصول في المهرجان هذه خليكم معنا عبر نشرة آخر الأخبار باش تعرفوا على أكثر التفاصيل على زيارة باسكال إلى تونس. إطار زيارتي مثل ما عارفة مهرجان الأغنية العربية اللي عاملينه بتونس هالسنة، وعرفت على طول رح يضلوا بتونس، كل سنة حيكون بتونس. أكيد سعيدة بوجودي لأنه هذا المهرجان دائما بيطلع أصوات الطربية والجيدة بالكلمة باللحن وعلى مستوى جيد، يعني اللي بيقدمونه الميكرو الذهبي من فترة طويلة وأنا بسمع فيه للمهرجان يعني. فأنا سعيدة بوجودي هون إني أحيي هالمهرجان الحلو. أنا سعيدة بحب جمهور تونس لإلي، خمسة وخميسة بنقول دايما بيقولوا لي ليه بقول لهم أنا يا عمي أكيد سعيدة بحب تونس مثل ما بحبوني وين ما كان، بالمغرب بالجزائر بكله، ما فينا إنه بالعكس كل البلدان بس تونس دايما بقول يمكن لأنه بلد ابتديت فيه مشوار الفني، يعني ابتديت بين لبنان وتونس ودبي، يعني كانوا مع بعضهم تقريبا. كبرتي معنا في تونس؟ مزبوط، وعزيز علي لأنه مثل ما بدي ارجع عود انه كان لي تقريبا سنه سنتين وقفت على مسرح قرطاج على ايام نجيب الخطاب، حبوني بوصفه للنسيان اللي كانت ان جرون سكسي. فدائما الفنان لما اول اغنيه له اول مهرجان بيوقف فيه ببلد بيكون عزيز له، بلاقي انه هالذكريات الحلوه النجاح له بهالبلد. في كمان اخبار جديده في السينجل، العمل للجيش، الديو اللي عم بيتحضر. مزبوط، في سينجل يا خطيره خطيره، في سينجل اغنيه للجيش حتنزل ب 1 أغسطس، هديه منا للجيش اللبناني اللي كل يوم عم بيتعب وعم بيقدم معنا. في كمان الالبوم اللي حيكون عيد الاضحى الله راد. في سينجل حتنزل بسبتمبر، ففي كثير مشاريع. باسكال، بعد تونس باش تكون عندك ليالي الاسكندريه بمصر، خلينا في اطار هالزياره باش تكون لمصر، اعطينا عليها اكثر تفاصيل. هذا المهرجان كل سنه بيكرموا فنانين من كل الوطن العربي وبلاد الاوروبيه. انا سعيده هالسنه اختاروني انا من لبنان تا كون موجوده باسكندريه على دار الاوبرا باسكندريه، حيصير الحفله حيكرموا كثير بفنان من فنانين الوطن العربي. انا من لبنان اكيد سعيده انه يكونوا اختاروني انا هالسنه انه اكون مطربه العام من لبنان تاخذ هالجائزه. هذا الشيء بيعطيني دافع اكثر واكثر، خاصه من مصر بلد اللي بحبه كثير، وبيعقد انه يختاروني نجمه العام ويكرموني بهالمهرجان. كنت معكم نعيمه بن عمار، قناه روتانا تونس، عوده من جديد الى استوديو بيروت. اكيد عندنا اخبار جديده وحصريه